السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا. النهاردة معانا تابلت اركوس 70 بي زينون. طبعا هو فيها سعر قليلة جدا، تمن 700 جنيه، بس امكانياته طبعا يعني عادية، ما هي على قد سعره. طبعا هو 3G، شاشة 7 بوصة IPS، في كاميرتين خلفية وأمامية بدقة 3/10 ميجا بكسل. طبعا في GPS وبلوتوث، ده 4 جيجا منهم 1 جيجا رام. طبعا اندرويد كيت كات 4.4.2. ده شكل العلبة. طبعا هو بيدعم كل خدمات جوجل بلاي. طبعا اركوس زي باقي منتجات اركوس العادية. ده شكل العلبة من جوه. بيجي معايا العلبة الصغيرة دي فيها الشاحن. ده شاحن واحد، وتبدل عليه باقي الحاجات التانية اللي هي دي اللي تشتغل عندنا في مصر، ودي اللي تشتغل تقريبا في اوروبا او حاجه زي كده. واليو اس بي كيبل، مايكرو اس بي تو اس بي. طبعا دي المشتملات بتاعته. بعد كده بيجي التابلت نفسه جوه كده بالشكل ده. نطلع التابلت. دي الكتيبات اللي بتيجي معاه، طبعا كلها باللغه الانجليزيه والصينيه. دي طريقة يعني تعرفك ازاي تركب الشاحن لأول مرة، على حسب المكان اللي انت عايش فيه او على حسب المدخل نفسه بتاع الحيطة اللي عندك. دي الدول اللي نازل فيها الجهاز. طبعا هو الجهاز معايا من زمان، كان المفروض اعمل الريفيو ده، بس حصلت شوية حاجات اخرتنا. والحاجات اللي اخرتنا دي اللي هي الشاشة بتاعته بعد استخدام حوالي بالظبط 24 يوم او 23 يوم باظت. فروحنا نغيرها. المفروض ان هي كان عيب صناعة، المفروض تتغير، بس طبعا قالوا ان هو عيب مستهلك، عيب استخدام، وما اتغيرتش. راحت المصنع اتبدلت ورجعت. في الموضوع ده قعدت شهر ونص، وطبعا رجع حالته يرثى لها من المصنع، مكسور من على الجنب، وحصلت كذا حاجة، وبرضه ومتخربش، وبرضه ما ينفعش طبعا لا ناخد حق ولا باطل مع الشركة. تمام. ده من على الجنب ده هنا الفوليوم روكرز، وهنا الباور وزرار الريسيت. لو ما يحصل حاجة او يهنج او يعلق او يبوظ او اي شيء، تدوس هنا بدبوس او حاجة رفيعة يعيد تشغيله مرة تاني، يعمل له ريست من الاول خالص. طبعا السماعة هنا براند اركوس. الكاميرا 3/10 ميجا بكسل. اليو اس بي، مايكرو اس بي بتاع اليو اس بي، وطبعا بيدعم الاوتو جي. وهنا مدخل السماعات. كويس. ده شكله من ورا. هنا بتركب الخطين، الاول من تحت والتاني من فوق، والمايكرو اس دي كارد. طبعا من الجهة الأمامية عندنا الكاميرا برضو 3/10 ميجا بكسل، والسماعة هنا شعار أركوس. الشاشة طبعا زي ما قلنا 7 بوصة. من تحت مفيش أي شيء. من هنا في الجزء ده المايك. طبعا مكانه سيء هنا، المفروض لو كان تحت ده حاجة، على أساس هنا لو ركبت سكرينة مش بتاعته، لأنه طبعا ملوش اكسسوارات، فبتسد المايك، فلازم ترفعها لفوق. طبعا واجهة استخدام بتاعت أركوس. ده الواي فاي وكل حاجة. الجهاز يعني المفروض ان هو الرام بتاعه 1 جيجا بس. طبعا هتتجل عليه هيهنج معاكم، مش هيديك نفس الاداء الرام ال1 جيجا بتاع اي حاجة تاني. طبعا الكاميرا مفيش تعليق عليها، لان اساسا شيء عادي، ما يستاهلش اصلا ان انت يعني تنفع تصور بيه او تعمل بيه اي شيء مهم، على عكس الكاميرات التابلت مثلا بتبقى من سامسونج. الكلام ده طبعا في انواع كتيرة والكاميرا بتاعتها معروفة. هنفتح الكاميرا نشوفها. دي الكاميرا الأمامية. عايزين نبدل الخلفية. طبعا جودة الكاميرا زي ما قلنا 3/10 ميجا بكسل، بس يعني شيء عادي لو مثلا هتتكلم مكالمة فيديو حاجة زي كده، شيء خفيف. طبعا انت تنفع تحط فيه كارت ميموري لحد 32 جيجا، بس طبعا كان فيه وهتنفع برضه يعني. اكتر فكرة مفيدة فيه او يعني حاجة مفيدة فيه اللي هي وصلة الاو تي جي.
بحيث ان انت ممكن تشغله مع جراب كيبورد، وانا جايب له جراب كيبورد تشغله معاه، او كارت ميموري او اي حاجه. طبعا الاو تي جي بتدعمها، ادرس بلاي ستيشن، كل حاجه. طبعا انا اسف على لو جوده التصوير وحشه، لان مصور الفيديو ده بالهوت نوت، الفينكس هوت نوت. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.